لكن بغيت نقول لكم بعض ما جرى اليوم السيد رئيس الحكومه استقبل النقابات تقريبا في حدود نصف ساعه الى ساعه الا ربع لكل نقابه من النقابات الاكثر تمثيليه. طبعا حضر الى جانب السيد الرئيس ديال الحكومه حضر وزير التربيه الوطنيه، وحضر الكاتب العام ديال الوزاره، وحضر الوزير السكوري. شنو هو اهم شيء في هذا الامر؟ اهم شيء وهو ان وزير التربيه الوطنيه لم يتحدث امام رئيس الحكومه، ظل صامتا. وطيله تدخلات النقابات الاربعه كلها يمكن نقول لكم هاجمت وزير التربيه الوطنيه، هاجمت وزير التربيه الوطنيه، بل انه اتهمته بانه افشل الحوار، وبانه يعني ما احترمش الحوار وما دارش الخدمه ديالو. طيله تقريبا ساعتين والسي بالموسى يتعرض لوابل من القصف من النقابات. القرار انه رئيس الحكومه بوحدو اللي هضر وتذاكر مع النقابات، لم يعطيهم موقف، ما عطاهمش موقف، قال لهم ساتصل بكم بعد ما عدم السماع، واستمع الى اجماع. بعد ذلك اتصل رئيس الحكومه بالنقابات واخبرهم بتعديل النظام الاساسي، تعديل النظام الاساسي، وهو في حكم الغاء النظام الاساسي. هذا خبر اعتبره ايجابي، تعديل النظام الاساسي والغاء النظام اللي هو موجود وتعديله. وبالتالي الان كاين معطى اخر، المعطى وهو ان النظام الذي اصدره بالموسى اصبح نظاما غير ذي جدوى. النظام اللي داير بالموسى صافي هزوا الماء، والتوجه نحو تعديل النظام النظام الاساسي. وانا كنت مع فكره التعديل. الان دور النقابات ودور التنسيقيات في انهم يفرضوا المواقف ديالهم. نعاودوا الى بقى الوقت لان عندي البرنامج وعاد خارج من الخدمه. امسيه سعيده. شي تيقول لي الوقت الصوت اخويا، راه هذا هو، انا تهضر غير في التليفون. الفكره اللي بغيت نوصل لكم انه بالفعل تم تعديل النظام او قرار الحكومه بتعديل النظام الاساسي. طابت ليلتكم. مازال نتلاقاوكم هذا النهار لان هذا الشيء فيه المناقشه، ولكن اللي عجبني السي بالموسى والله ما هضر. واش داروا له دوك النقابات؟ والله ما هضر، فقط رئيس الحكومه مع النقابات. بل كاين شي كلام ما نقدرش نقوله، ولكن كاين شي كلام موجع تقال لبن موسى وهو يستمع. شكرا لكم.